السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على القصة ديال ايمان. المهم البارح كامل شفنا الستوريات اللي نزلات وصراحة الله بقات فيا اول مرة تبقى فيا شي وحده قارشه كتشكي في اليوتيوب في السوشيال ميديا عفوا. ولكن باينه باللي راه هي كانت خرجت غير خرجه انفعاليه، وحيت كانت غضبانه فقط لانها ما عاودش حطات شي حاجه اخرى، لان كون كان البوز باغا البوز مثلا، ولا كون كان باغا تستجرب بمشاكلها الشخصيه، فغتخرج غتستغل هاد الظرفيه اللي هي طالعه فيها الترند وغتبقى تحط في الفيديوهات ودير في اللايفات. ولكن لا، هي من هذوك ستوريات ديال البارح في الصباح ما عاودش حطات حتى شي حاجه ولا نزلت شي حاجه واحده اخرى. فلذلك نتمنى انها تكون فقط لحظه غضب شكات فيها وفرغات فيها همها، لان صعيب انك واحد عايشه معاه 10 سنين ويجري عليك من الدار للاسباب انا بانت لي ماشي منطقيه. الله تعالى اعلم، لان دابا حنا سمعنا الفيرسيون ديالها هو شنو تيقول ولا عيط وشنو كتقول، الله تعالى اعلم. خصوصا ان اليوم خرجت هذيك الصفحه ديال الحكومه وقالت باللي راه حتى من بين الاسباب اللي طرقات المشكل هي هذاك الراجل يسرى داك مراكينو اتصل براجل ايمان وشكا من مراته من ايمان، قال لها بلي راه كتحرض مراتي. ايوا داكشي علاش راجلها بقى فيه الحال وخرجها من الدار ومشات عند هذيك سناء شيكشو. هادشي اللي قالت هذيك الباش الحكومه، وقالت بلي علاش ما مشاتش لاكادير عند والديها، لان والديها ما بغاوهاش تخرج من دارها، قالوا لها بقاي في دارك. ولكن حيت هي شخصيتها شويه قويه وشويه كتنفعل دغيا ما رضاتش انها تستمر، فخرجت من دارها. داكشي علاش ما مشاتش عند والديها على حساب هذيك لاباج. المهم من هادشي كامل حنا ضد ان المراه او اي شخص كيف ما بغى يكون، سواء المراه ولا الراجل، انه يتاجر بمشاكله في السوشيال ميديا. ولكن كما قلت لك باينه باللي راه ماشي هدفها انها تتاجر، والله تعالى اعلم. المهم الايام بيناتنا هي اللي غتوضح كل شيء. ثاني حاجه هذا ميساج لاي امراه انها دير ما تثقش في الصحابات، تدير واحد الحد بينها وبين الصحابات. ماشي كلشي كيتقال، لان حنا دابا في واحد الزمن كلشي فيه غدار. ثاني حاجه بانت ليا بلي محتوى ديال ايمان صراحه الله فيه شويه المبالغه، لانه مادام انت عايشه مشاكل مع عائله راجلك كما قلتي هذه من 10 سنين وانت عايشه مشاكل معهم، فمحتوى ديال ايمان كله انتقاد للعكايزات ولعائله الزوج وللراجل. فبان بلي داكشي كامل اللي كانت كتقول راه كتهضر غير على حياتها. كتوعي العيالات، والنص ديال داكشي اللي كتقول فيه عندها فيه الحق، ولكن ماشي كلشي كيتقال. خصوصا مادام انك انت مازال في ذمه واحد الرجل، ومازال باغا دارك، ومازال باغا وليداتك، كان الاولى انها دير ما فين يدوز بينها وبين كوستها وبينها وبين عائله رجلها، لان حتى شي مرا ما عايشاش حياه الاميره في دار رجلها. اكيد كاينين مشاكل، انت راه كتبين كزوجه كتباني لهم عدوه، حتى هما بعض الخطرات راه تيبانوا للزوجه اعداء، فهمتي؟ ايوا نتمنوا ليها الله يدير ليها اللي فيها الخير، ونتمنوا نسمعوا عليها اخبار زوينه. انا هنايا اللي عجبني الرد ديال اختها بانت واخا صغيره عليها، ولكن بانت بلي راه عندها العقل اكثر وبلي راه مرزنه اكثر. لان اول حاجه هبطات بوست كتبرى من اي واحد ياخذ اختو محتوى، وقالت بلي راه اختي بينها وبين راجلها عادي دوك المشاكل تيوقعوا بيناتهم. وعاود نزلات واحد بوست واحد اخر كتجاوب على شي تعليق، قالت لها بلي راجلها تيبغيها وهي عند غير هرمونات وتراكمات عند ايمان، وداكشي كامل غادي يفوت والمشاكل ما كيخطاو حتى شي دار، وراجلها تيبغيها وهي غترجع عند وليداتها. هادشي اللي قالت اختها، ونتمنى انه يكون خير. وعجبني الحال ان رغم ان الصفحه ديالها هي في تيك توك كبيره بزاف اكثر من 11 مليون، ولكن ما استغلاتش مشاكل ديال اختها باش تاخذها محتوى، العكس دخلات في خيط بيض، ما قبلات حتى شي حاجه تلعب تقال على راجل اختها. وهذا هو زينه العقل. ملي كتكون عندك
عائله كتدير لك العقل، راه كاين فرق بين عائله اللي هي كتعاونك انك شتت دارك. اما في هذه الحاله ان مثلا هذيك الحكومه قالت باللي راه عائلتي من رافضين انها تخرج من دارها، فراه هذا هو حيت راه ما كاينش شي مراه غتقولوا لي لا ما تعيش واش خصها تعيش في الدل، واش حنا ما عايشينش معاها، هي اللي عارفه شنو عايشه. الا كانت ما قادراش انها تحمل مازال ولا انها تصبر، فراه كاينين راه قال لك تلاقاو خوت يتفارقوا خوت، يعني بدون مشاكل بلا صداعات بلا حتى شي حاجه، لان كاينين الولاد في النص، كاينين 3 الوليدات هما اللي غادي يتاثروا من بعد وهما اللي غادي يكبروا بعقاد. وانا ضد الفكره انها تخلي وليداتها للعجوزتها. شوفي مادام ان هذيك العجوزه ما كتبغيكش يعني ما غتبغيش وليداتك، واخا ما عرفت شنو يديروا لهذوك الوليدات، يعني غتفرغ فيهم كاع داك الحقد اللي عليها عليك، غتفرغهم في هذوك الولاد وغادي يكبروا مساكن مع عقد نفسيه. غتقولي لي باللي راه مستواك المادي ما غاديش تقدي انك توفري لهم داكشي اللي موفر لهم باهم. في بعض الاحيان الماده ماشي مهمه، ماشي ما نقولش ماشي مهمه، ولكن هذاك الجانب العاطفي هو الاهم، لانه هو اللي كيكون الشخصيه ديال الانسان. شحال من واحد عاش فقير حياته كامله ولكن خرج رجل صالح ولا مراه صالحه. يعني هنا كيبين الدور ديال الوالدين في حياه الانسان. نتمنى يدير ليها الله اللي فيها الخير. واش غنقول لك، صراحه لا بقات فيا بزاف، ما تيقوش.